اخد ماجستير ولا دلتا؟ الدلتا هتوديك في حته ان انت تبقى سينيور تيتشر في البريتش كونسل، تبقى اكزامينر في البريتش كونسل، تبقى تيتشر ترينر في اي مكان، تبقى سيلتا تيوتر في كامبريدج. الماجستير هيوديك في سكه التدريس في الجامعات، مش في مصر. في مصر لو معاك سيلتا بتشتغل في جامعه انجلش انستراكتور، لكن انا اقصد بره في الخليج لو معاك ماجستير مستواك كويس ممكن تشتغل في جامعه او في معهد او كده، يعني من المعاهد اللي هي بتاخد الناس معاهم ماجستير. فانت شوف انت عايز ايه وامشي لو عايز بقى تجمع بين الحسنيين تاخد دلتا وماجستير يعني معاك الاثنين. البادجت. انا ما كانش معايا البادجت وانا بعمل الاثنين دول، انا ضحيت كتير. ما انا قلت لك there is no professional development without sacrifice. فلوس، وقت، جهد، صحه. ما كانش معايا فلوس وانا بعمل الحاجات دي كلها، ما انا كنت بضحي. خد دلتا الاول، علشان لو خدت دلتا هيبقى معاك 60 كريدتس تقريبا، كريدت اورز. لو رحت بقى اي جامعه بريطانيه عامله بروتوكول مع كامبريدج هيعفوك من تلت الرسوم ومن تلت البرنامج، فتختصر. ما تروحش بقى the other way round، ما تروحش ماجستير وبعدين تروح تاخد دلتا. طب ما خد دلتا وبعدين هتتعفي من حاجات كتير في الماجستير، فلوس وموديولز عشان انت معاك دلتا.